الاوب رينو الجديد اللي نازل 3 فئات، الفئه الاف، ال4 جي وال5 جي والعادي والبرو. بص يا معلم، الناس اللي متابعاني عارفه ان انا بقول رايي بكل صراحه. هتلاقي ان كل اليوتيوب بيتكلم عن رايه اللي بصراحه، تمام؟ كله بيقول رايه في الموبايل. الاوبو رينو مش عارف ايه ده، طلع مقلب، في الاخر قايل لك المزايا اللي فيه. لا، الموبايل حلو تمام، وانا شركه اوبو مش بعتلي حاجه ومش بعمل حاجه بناء على اعلان او حاجه معاهم، فانا هقول لك رايي بصراحه وبمصداقيه. تمام، هنخش في التفاصيل. الاولا انا هقول لك ايه الحاجات اللي هتطلع فيها عيوب، عشان ما بقاش بحرق لك وقت فيديو تتفرج على الفيديو كله عشان تشوف الفيديو اذا كان حقيقه او لا. لا يا معلم، مش هعمل كده. انا مش عاجبني الكاميرا وهقول لك ليه. لكن بقيه الحاجات في التليفون، كل حاجه في التليفون هايله. لو انت مهتم تسمع رايي اسمع اللي كمل معايا للاخر. اهلا بيك في فيديو جديد، معاك عمرو عماد، والنهارده هنشرح الاوبو رينو ال5 جي. الاوبو رينو 13 ال5 جي، الفيرجن اللي معانا ده ال5 جي مش الاف ولا البرو. تمام، اول حاجه هنتكلم عن الشكل والتصميم. شكل والتصميم رايق وصايع. بص الفراشه الجميله اللي حطيناها ورا دي، هنقول بقى ايه زي ما الناس مسمياه، ايفون الغلابه. الفراشه ايا كان التصميم اللي الناس هتقوله، تمام، مفيش مشكله. ظهر من الازاز شيك قوي، شيك بصراحه، شيك. الفريم بتاعه معدني، وسالت حد من اوبو كان بيقول لي ان الشرط اللي فيه دي انتنات. انا مش فاهم ازاي، مش مقتنع بصراحه، بس يقول لي دي انتنات عشان النتورك تبقى قويه، لا الشرط اللي تحت دي. بس ماشي، خلينا نصدق يا سيدي، خلينا نصدق. خد بالك بس، المراجعات كلها تلاقيها نازله من 15 يوم، وكلها نازله مع بعض. دي كلها الشركات بعت لهم التليفونات يعملوا عليها مراجعه. انا منزله بعد ما الموبايل نزل في السوق واتباع، عشان يبقى كلامي فير. انا اقول بما يرضي الله، مش فارق لي حاجه ولا حد. المهم الفريم بتاعه شيك معدني، شكله شبه الايفون شويه، بس طبعا الايفون احسن، كواليتي اعلى بكتير، فشكله تمام، لطيف جدا. يجي 181 جرام، خفيف لطيف، مش مضايقني خالص في اللمس بتاعه، بالعكس شكله شيك قوي كده، تحس الموبايل قوي. بي 69 زي ما انت شايف كده. انا هعمل لك تجربه، احطه في الميه. الموبايل بيبقى فيه مود اول ما بتفتح الكاميرا، خد بالك انت ما ينفعش تحطه في الميه كده اوتوماتيك، انت بتفتح حضرتك الكاميرا وتختار مور اندر ووتر وبتدوس عليها وبتفعلها، بتجيلك بالشكل ده كده، وبيبدا بقى ايه. بص القمر، بص القمر، بص جايبني ازاي، منظر عره. المهم هتريكورد او حاجه، بعد كده تروح ايه، تلغي خاصيه الاندر ووتر، هيبدا يطلع الميه. تمام، يطلع الميه ويشتغل معاك، ودي حاجه حلوه جدا ولطيفه وجميله. بس طبعا ده في الميه العذبه، دي اول حاجه. تاني حاجه، اي براند موبايلات بيعمل موضوع الاندر ووتر او بيعمل موضوع الاي بي اكس، بيقول لك ان الشركه غير مسؤوله عن حدوث اي مشاكل هتصيب التليفون من استخدامك للميه. طب انت بتعملها لي ليه يا حزين، لما انت في الاخر بتقول لي لو حصل حاجه في التليفون هتلبسه؟ فما تستخدمهاش الا اذا كنت بقى يعني ايه، حمام سباحه وعايز تروش كده وتجرب، ماشي مره يعني. خليك كده ايه، خفيف، عشان ايه الدنيا تمشي معاك كده، ربنا يسترك. ده الجهاز ب 18000 جنيه، واحده واحده على نفسك. يجي ببروسيسور دايمنستي 8350، بيديك اداء العاب ممتاز وفريمات ما بتسقطش مع رامه 12، بيديك اداء كده حلو، مفيش لاج، الموبايل ما فيهوش لاج، لطيف جدا في اللعب، فريمات ما بتقعش، ما بتسقطش منك فريمات، على طول، استجابه سريعه جدا في الاستخدام. الابلكيشن الموبايل اندرويد يستحمل معاك، موبايل بتاع هلك، بيفكرني بالاس 22 طبعا مع الفرق الشاسع، بس يفكرني بالاس 22 اول ما نزل، كان برضو موبايل هلك، بعد شويه هيتقل معاك، ده اندرويد يعني. الجميله اللي عاملينها فيه بقى هم حاجتين، حاجه انت ممكن تسمعها عند اي حد، بس الحاجه الثانيه مش تسمعها غير في الفيديو ده. اول حاجه عاملين ان انت طبعا تنقل الصور زي بالاير دروب، زي الايفون لايفون، وتنقل التليفونين لبعض، وده لطيف جدا. بس طبعا لو عملتها دايركت هيديك ايرور، والتاني هيقرا ان هو وولت وقصه كده. لا، انت لازم تنزل هنا اير دروب وتبعت للايفون، والايفون يبعت لك، والدنيا جميله جدا. ايه بقى الحاجه اللي بقول لك اللي مش هتلاقيها غير عندنا في المعلومه غير هنا؟ عندهم ابلكيشن جديد زي الوكي توكي كده، انا هقول لكم عليه لحظه واحده. ابلكيشن جديد كده لطيف عاملينه جوه الكلام ده. بص يا سيدي، حاجه اسمها بيكون لينك. دي لو واحد رينو 13 زيك، لو واحد موبايله رينو 13 زيك في نفس الاريا زي الوكي توكي، فاكر الوكي توكي بتاع العيال الصغيره اللي هو حول انا قاعد هنا هو زي كده. لو اتنين معاهم نفس الموبايل من غير اس ام اس، من غير واي فاي، من غير اي نتورك، يقدر يتكلم التاني على الموبايل الرينو. المعلومه دي مش هتلاقيها غير هنا في الاوضه دي، مش هتلاقي المعلومه دي غير هنا، طازه جايه لك طازه. بيجي بشاشه 6.59 اموليد 20 هرتز اتش دي ار 10 بلس، حاجه كده يعني، جوريلا سكرين 7 اي. بص شويه، بص اداء
شاشه مرعب. بص اداء شاشه مرعب بصراحه، يعني اداء الشاشه بتاعها حلو. الاون ديسبلاي، السنسورز بتاعتها لطيفه في المكالمات، لا تدعم الاي سم اللي طبعا هي شغاله في مصر، بس هو لا يدعم الاي اس ام لحد دلوقتي. وطبعا جايب النويز مايك اللي موجود فوق، والبطاريه 5600 ملي امبير. البطاريه ما بتقعدش معاك يومين زي ما الناس بتقول، وما بتقعدش يوم عادي. واستخدامك والله لو البطاريه 20000 مع واحد بيستخدم واتساب وانستجرام وفيسبوك واغاني، هي بطاريه هتشحنه مره ونص في اليوم. يعني ممكن تقعد معاك يوم من غير جيمز، يعني يقعد معاك من الصبح بالليل قشطه. يعني كموبايل جديد انت لسه لما تهلكه بقى مش هيقعد معاك اصلا. تيجي طبعا بالشاحن ال 80 واط سوبر فوك، والنسخه البرو منه بتشحن وايرلس، يصور 60 فريم في الثانيه 4K، في الان اف سي فده كويس عشان الدفع ونظام الدفع والكلام ده كله. زي اي ار زي الشاومي، تقدر بقى تفتح التكييف بالريموت كنترول، تستخدمه كريموت كنترول، تفتح التلفزيون، تقفل الكلام ده، كل ده متاح في الموبايل الجميل ده. طيب نيجي للكاميرات. الكاميرات بقى الكاميرا الليليه والخلفيه واللي ماشي. اول حاجه استخدام الكاميرات، انا دايما عندي مشكله مع اوبو في الكاميرات. هي اتحسنت التجربه لكن مش ده الاداء اللي هدفع له 18000 جنيه بصراحه. يعني انا مش هدفع 18000 جنيه عشان كاميرا بتديني تفاصيل. بص انا كنت بصور دلوقتي، مش عارف الصوره تبقى موجوده ولا لا، كنت بصور فريم، هو جاي لك بكذا مود. جاي لك ان انت بالاي اي، طبعا مدعوم بالاي اي، ان انت لو بتصور حاجه فهو الصوره مهزوزه يقدر يفوكس على حاجه معينه، تقدر تريموف لو انت عندك صوره او حاجه زي كده تقدر تريموف منها. طبعا بالاي اي اديتور تقدر تريموف في حاجات في الباك جراوند، تقدر تشيل حاجات. كل ده كل الموبايلات بقت تعمله اي اي، والابلكيشن بيعمله على فكره. يعني اوعى السكرين شوت، وكل الابلكيشنز بتعمله اي اي والكلام ده. بس ماشي لطيف. لايف فوتو، هو عامل نفسه ايفون يعني، فمنزل لايف فوتو زي السامسونج زي الايفون. مشكلتي في الكاميرات بقى التفاصيل. تعال اعمل زوم، تعال شوف كاميرا واعمل زوم. بص يا معلم هتلاقي الصوره مبكسله. انا طبعا ده موبايل ب 18000 جنيه. يعني سامسونج لما كانت منزله الاس 22 كان ساعتها ب 18 او ب 20000 جنيه. موبايل ما كانش فيه الهبل ده كله. فيا جماعه ليه كاميرات اوبو يعني بتطلعك ابيض، ملامحك ممسوحه، ريفريش ريت بتاع المفروض انت دلوقتي 120 جيجا 120 هرتز و1200 نتس. يعني اديني بقى اداء كاميرا دلوقتي، ومفروض تديني اداء حلو. نفسك منور، مفيش تفاصيل باينه. برضه هوري لك صوره بالنهار وصوره بالليل للموبايل، وكاميرا فيديو كمان. ادي بص، ادي انا هشرح لك، ادي فيديو اهو، ده فيديو بالنهار. انا كده في حته نهار جدا، تحاول تعمل زوم يعني على قده. بص الصور، بص بقى لما تيجي تعمل زوم في الصور، لا في بيكسلز كتير قوي. لكن التليفون انا شايف ان هو الديزاين بتاعه شيك. بص الشياكه، اقف يا ولا شيك انيق، لطيف جدا بالنسبه ده. بس طبعا سعره انا مش هقدر احكم على السعر لان الاسعار في الدنيا كلها باظت، فمش هقدر نحكم على السعر. ده شرح سريع ومختصر للاوبو رينو 13. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك وشير، واكتب لي رايك في الكومنتات لو انت جربت التليفون، او لو مختلف معاه في الراي لا قدر الله اكتب لي في الكومنتات.